عارف ان العقل هو اقوى سلاح عندك؟ مخك ده يقدر يوريك الفرصة في وسط الازمة، او يخليك غرقان وسط المشكلة. يقدر يفتح لك ابواب عمرك ما كنت تتخيلها، او يقفلك على نفسك وسط الضلمة والخوف. الفرق ان انت بتديه انهي اوامر. الفكرة اللي انت بتكررها جوه نفسك هي اللي بتتحول لحقيقتك. لو فضلت تقول انا مش قادر، انا فاشل، مخك هيصدقك ويقفل في وشك كل الابواب. ولو قلت هلاقي حل، هتلاقيه شغال يدور بس على انه يلاقيها، لانه بيثق فيك. فمخك ده يا اما هتحوله لجناحات وتطير بيها، يا قفص وتتحبس فيه. عقلك ده ارض زراعية خصبة، اللي هتزرعه فيه هو اللي هتلاقيه. زرعت خوف هتلاقي قلق وتوتر، زرعت ثقة هتلاقي نجاح وفوز. الفكرة انك تعرف انت بتغذي مخك بايه كل يوم. كل مرة هتقول مش عارف، عقلك هياخد دي اوامر ويبدأ ينفذها. كل مرة هتقول هقدر، عقلك هياخد دي اوامر ويبدأ ينفذها. الفرق بين اللي بينجح واللي بيفضل واقف في مكانه مش في الظروف، الفكرة في دماغه. هو خد قرار وقرر يتحرك، وانت قررت تفضل مكانك. صدقني دماغك دي اقوى بكتير من ما انت تتخيل. بس يا ترى انت مشغلها لصالحك ولا مشغلها ضدك؟ العبها مع ابراهيم بكر لو عايز تبقى كسبان. ما هو يا تهاجم لوجودك يا تدافع عن خوفك. وهو قول لي كده، عايزنا نتكلم عن ايه في اللي جاي، ولا ايه ظروفك؟ واعرف انك بكده هتبقى